لأول مرة في الشرق الأوسط كلية آداب جامعة بنا هتعمل ليسانس علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية. الليسانس ده هيكون الأول من نوعه، هيبدأ من أول السنة الدراسية 2025-2026، وهيركز على إعداد أخصائيين نفسيين قادرين يتعاملوا مع الظاهرة دي من جذورها، من أول الوقاية للتقييم للعلاج لحد الدمج المجتمعي. هيتدربوا كمان عملي في مراكز العزيمة لعلاج الإدمان، واللي هيكون ليهم فيها أولوية في التوظيف بعد التخرج. إحصائيات الأمم المتحدة بتقول إن أكتر من 292 مليون شخص بيتعاطوا مخدرات حول العالم كله. أما بالنسبة لمصر فنسبة التعاطي هي تقريبا 5.9%، ونسبة الإدمان 2.4%. في المقابل في حملات إعلانية كتير إيجابية قدرت تغير حاجات كتير، أشهرهم طبعا أنت أقوى من المخدرات، اللي حققت أكتر من 162 مليون مشاهدة وزودت عدد متابعين صفحة صندوق العلاج من الإدمان بأكتر من 2 مليون متابع. وكمان حملة المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش حققت أكتر من 33 مليون مشاهدة. المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش. وساهمت في رفع الاتصالات على الخط الساخن للعلاج المجاني بأكتر من 400%. صندوق مكافحة الإدمان كمان بينزل للشباب وبيعمل لهم حملات توعية في أكتر من 830 مركز ونادي، وبيستهدف فيها 100,000 شاب سنويا. كمان بينفذ الحملات دي في 35 جامعة و60 معهد عالي بيوصل بيها لأكتر من 200,000 شاب سنويا. بس كده، وما تنسوش إن خط العلاج المجاني هو 160 23.